ششبرك، مين منا ما بيعرف الششبرك؟ هو كثير طبق عريق ومن الأطباق اللي كثير قديمة موجودة عندنا بسوريا، طبق مشهور في مدينة حلب ومدينة دمشق وأغلب سوريا. الششبرك طبق ذكر بكتب الطبيخ القديمة مثل كتاب الوصل إلى الحبيب، كتاب الغطرسون، كتاب الطباخة لابن مبرد الدمشقي. الششبرك بينعمل بعدة طرق. في ناس بتحب تطبخ اللحم قبل ما حتى تحشي العجين، وفي ناس بتطبخ العجين بالفرن وبتشوي قبل ما ينطبخ باللبن. بس المتعارف عليه ما بينطبخ اللحم، بنحط اللحم ني بقلب العجينة وبيتشكل أقراص مثل الطاقية الصغيرة بينطبخ باللبن. مشان هيك اجى المسمى المطلق عليه طوائي العسكر. وفي كمان ناس تطلق على طبق الششبرك أذان الشايب أو أذان الشايب. الطبق اللي بينشوى فيه العجين فهو التطبرك أو التتبرك، وهنيك ما بينشوى اللبن، وإذ اللبن بيكون ني مع طحينة ومع ثوم وبينصب فوق العجين المطبوخ مع اللحمة. المكونات: بدنا كيليين لبن أو لترين لبن، بدنا كوب مي، وبدنا كمان معهم نص معلقة ملح، وبدنا بيضة ومعلقتين نشا. بينما للعجين بدنا كاسين طحين، وبدنا يعني أقل من الكاسة مي. من الطحينة بيفرق من عجينة لعجينة، أنا حورجيكم قوام العجينة بساوية. وبدهم ربع معلقة ملح، بنعجنهم وبنحطهم شي 10 دقايق ليرتاحوا. للحشوة بنحط بصلة مع نص كيلو لحمة على حسب الرغبة. في ناس ما بتحب لحمة الخروف، في ناس ما بتحب لحمة العجل. فيكم تخلطوا التنتين إذا بتناسبكم. هو الأفضل يكون لحمة خروف. ناخد 500 جرام أو نص كيلو لحمة، وبنخلط معهم بصلة مفرومة ناعم والبهارات اللي انتم بتحبوها وكزبرة خضراء. هي عنا العجينة مثل ما قلتلكم، وهيك قوام العجينة بده يكون. لا بدها تكون سائلة ولا بدها تكون كتير جميدة، فهي قوام العجينة. طبعا نحنا ناخدها نقسمها شقف دوائر كبيرة، ومنحطها عنا هون، منشقفها شوي شوي أقراص نشتغل فيها مشان تكون عنا مرتاحة. نرقها مثل ما قلتلكم، منرق شوي العجينة هيك من ايدينا، بعدين فينا نستعمل الشوبك ومنرقها قد ما رقيناها للعجينة. طبعا هو يفضل تكون شوي مرتاحة العجينة زيادة مشان تكون عنا أسهل بالرق، تساعدنا بالرق. وهلا بنقطعها دوائر. أي قالب عندكم، صحن، كعب فنجان، كاسة، أي شي، المهم يساعدنا نقطع لها دوائر. بنقطع لها دوائر العجينة. بعد ما قطعنا العجينة صارت عنا هيك أقراص دوائر. طبعا نحن بناخدها بنرقها شوي. هاي اللحمة متبلة وجاهزة تقريبا، يعني لهي بدها شي معلقة صغيرة، أقل بشوي هيك كتير. هاخد منها شوي. وبسكرها مثل العجينة، أرص هيك مثل القطايف أرص، بعدين بفتلها. طبعا كل حدا له طريقته بتشكيلها للعجينة، عشان هيك بنقلها طاقية العسكر أو أذان الشايب. وبعد ما تكون هيك فتلتها بنلكها بشوية طحين وبنحطها بالصينية وبنشتغل على المنوال. وهي صاروا الششبركات عندي جاهزين، العجينات ملفوفين. طبعا مثل ما حكينا، هدلون هيك المطاولين بيقولوا لهم أذان الشايب، وهدلون اللي هيك ملفوفين بيقولوا لهم طوائي العسكر. مثل ما قلت لكم بدنا نصفي اللبن مشان نفكك جزيئاته. صب لبن. هلا انا عندي هون لتر ونص لبن. هون حطيت اللبنات صفيتهم وهي فوق النشايات. دوبت شوية نشا، معلقتين نشا مع اللي زاد مع اللبن ومي ومعلقة ملح، صبهم فوقهم وبحط فوقهم بيضة مشان تسمك القوام. بعد ما حطيت البيضة والنشا بحرك منيح مشان يكونوا منخفقين منيح معنا. بعد ما خفقناهم خفقتهم صاروا جاهزين هلا. وشعلت تحتهم النار على نار عالية. طبعا نحن بنضل بنحرك مشان ما يلزقوا، واول ما ببلش يغلي
اللبن بنبلش ننزل الشيش براك ان شاء الله. اللبن غلى عنا مثل ما شايفين عم يغلي. فنحن شو بنساوي؟ بنجيب بس فرشاية مشان بس نروح شوية طحين مشان ما يكون في كثير طحين. بننفض حبات الشيش برك من الطحين وبنسقطهم باللبن وحدة وحدة على مهلنا مشان ما يتعجنوا. مثل ما شايفين سقطهم باللبن، وهي حطيناهم سقطناهم كلياتهم. هلا بنتركهم يغلوا لحتى تستوي الششبركة. بنشوف الششبركة اذا مستوية مشان تستوي اللحمة عنا جوا. ومثل ما قلت لكم بتحبوا تضيفوا عليهم كزبرة وسمنة محمية، بتحبوا لا بندون بيمشي الحال وفيها العوافي.